اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. جايبه لكم النهارده بقى من اسهل الوصفات اللي ممكن تجربوها. للتورته الكيكه سموها زي ما تسموها. انا عاملاها النهارده كده بمقادير موجوده في كل بيت، وعاملاها كلها في الخلاط. ما فيهاش اي افتكاسه، حاجه كده سهله وسريعه ومكوناتها بسيطه، وهتطلع معاكم روعه. بصوا القطعه منها ما شاء الله، شكلها حكايه. كل التكلفه دي كلها مش هتكمل معاكم مبلغ بتمن قطعة واحدة. قبل ما نبدأ كده بس الوصفة، نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الوصفة دي عملناها مع بعض ازاي. الأول كده عندي في الخلاط بنزل بثلاث بيضات، كيسين من الفانيليا، بعد كده كوباية الا ربع من السكر، وبضربهم في الخلاط كويس. تمام. بنزل بعد كده بكوباية من اللبن، كوباية الا ربع من الزيت، ومعلقة من الخل، وبضربهم في الخلاط مع بعض. عندي هنا مكونات الجافة: كوبايتين من الدقيق، طبعا دقيق متعدد الاستخدامات، أربع معالق من لبن البودرة. تمام. نص كوباية من الكاكاو الخام، طبعا كيس بيكنج باودر. نص كوباية من الكاكاو الخام يعني حوالي 4 معالق كبار هرمية من الكاكاو اللي هو الخام الأسباني. رشة من الملح صغيرة. بقلب بقى كده المكونات الجافة مع بعض. بعد كده بنزل عليهم بالخليط اللي أنا عملته معاكم في الخلاط. بقلب بقى كويس، وبكون محضره الفرن على درجه حراره 220. ما بياخدش في الفرن اقل من ربع ساعه. عامه الكيكه دي مش هتاخد في الفرن اقل من ربع ساعه. طبعا بقلبها في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده، واحده واحده عشان الهواء ما يخرجش منها. تمام. بكون محضره اي صينيه باي مقاس عندكم، نقطتين كده من الزيت، وبدرتها بالدقيق، وبنزل بالكيكه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفرن يكون والع مسبقا قبل ما نحضر في الكيكه، يعني قبلها بربع ساعه او 10 دقايق. بظبط كده الكيكه بتاعتي في قلب الصينيه، وبدخلها الفرن. ما بتاخدش وقت خالص، اقل من ربع ساعه بتكون خلصت. طبعا هنا الكريم شانتيه، طبعا انا المقطع ده ما اتصورش. عباره عن كوبايه من الكريم شانتيه، كوبايه الا ربع من اللبن من الميه المثلجه، معلقتين من الباستر كريم، ومعلقتين من السكر مع بعض، وبقلبهم لغايه ما يتقل القوام، وبحط في التلاجة شويه. هنا الكيكه بتاعتي اهي، سبتها كده ما بردت وقلبتها على صينيه، وبشيل اول حته دي كده خالص من فوق. تمام. وبشيل الكيكه بقسمها نصين. هي كانت لسه سخنه شويه، بسيبها شويه كده تبرد. بكون محضره بقى التسقيه دي كذا حاجه ممكن تعملوها. انا عملتها ميه بسكر، ممكن تعملوها بلبن، ممكن تعملوها نسكافيه بقى على لبن، وبرده تسقوها بيه زي ما تحبوا، المتوفر عندكم هتعملوه. انا عملت معلقه من السكر ونص كوبايه من الميه، وسقيتها بيها الوش ده والجزء التاني اللي انا شيلته. بسقيها بقى كويس، وبجيب عندي الكريم شانتيه. طبعا النوع ده انا اول مره اجربه، فما كانش متماسك قوي. المفروض يكون متماسك اكتر من كده. كيس بقى تلاجة، وتحطوا فيه الكريم شانتيه، وتروحوا نازلين بقى كده بكل سهوله في نص التورته بتاعتكم، وتوزعوه بكل سهوله. وبجيب برضو الجزء التاني. تمام. هو المفروض الكريم شانتيه يكون اتقل وقوامه اتقل من كده، ويكون متماسك عن كده. بنزل بقى بالجزء التاني كده. طبعا دي اسهل طريقه للكيكه او للتورته السريعه. مكوناتها بسيطه وسهله، وما بتاخدش وقت خالص. حتى التزويق ممكن اي حاجه تعملوها عندكم، اي حاجه متوفره عندكم تعملوها. انا نزلت بيت الكريم شانتيه كده على الوش، وكان عندي شوكولاته بشرتها، شوكولاته عادي اللي هي الدارك، بشرتها ونزلت بيها على الوش كده. اي بقى تشكيله عندكم حطوها. تمام. بشكلها بقى كده، والمفروض بنحطها في التلاجة يعني من ساعة لساعتين، تكون متماسكة شوية كده، يعني بعد ما بنوضبها كده عشان حتى الكريم شانتيه يتقل شوية في قلبها. وبجيب عندي كده الشوكولاتة بشرتها، أي بقى شكل تعملوه. ده أنا كنت عاملاها لبنتي، ففي الآخر عملت عليها حرف الإم كده. أي بقى التزويق ده بتاعكم انتوا، أي حاجة متوفرة عندكم هتحطوها عليه. وبزوقها كده، وبحطها في التلاجة لمدة ساعتين، وبطلعها بقى كده على التقديم. شكل التورته وطعمها حاجه كده سهله وسريعه وروعه، الطعم بتاعها روعه. كل ما تكون لحاجه بسيطه، كل ما تطلع طعمها تحفه معاكم. بصوا ما شاء الله، حاجه كده سهله وسريعه زي ما قلت لكم. لو الوصفه بقى عجبتكم، اتمنى تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه. اشوفكم على خير. سلام.